إن كل شيء لله، ولا خالق إلا الله، ولا يعز ولا يذل ولا يخفض ولا يرفع ولا يغني ولا يفقر ولا يحيي ولا يميت إلا الله، فلا إله إلا الله. قال سآوي إلى جبل مخلوق، أنا شعب الجبل حق الإيمان، لا تخضع لمخلوق على طمع على هلع على جزع، مش لك شيء مش إلا الله. لا تخضع لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردله إلا بإذن الذي سواك من طين، وتصاحب غنيا تعتز به، وأكن عفيفا وعظم بحرمة الدين، واستغني بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين، واسترزق الله مما في خزائنهم، فإن رزقك بين الكاف والنون كن كان. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم. من اليوم مع برهان بصيرنا غدا حاير ما كلش بس بصيرنا معك غدا شيء. قل هاتوا برهانكم، هاتوا البصائر، هاتوا معك شيء غدا مش حقك ولا معك شيء. تمشي بأمر الله، تنظر بأمر الله، تبطل يدك بأمر الله، تمشي بأمر الله، رزق بأمر الله. يا رجال واحدة سنة عندنا مشارقه الله يهدينا ويهديهم ويذكرهم بخير، كان معهم أرض سلوها، قالوا يشتري بلاؤوا براميل غرب، يعني سلموا الرعية، سلام الحبيب، سلموا الرعية وتلموا غرب، تلموا وزرعه لما قاي حب ودوا بوق وربطوا على السبل من الطيور من العين. والله تعالى روح، الله تعالى روح عليها وصربها من تحت مثل المصرف، حق الصغير والكبير والمشارقي والحيطي والعبادي والجني والمحمودي، خلاهن خلاص، خلاها مصروبة مثل ما هو ذا، مثل ما هذا الصحيحات. النبي يدي له كل حقه يصيب بها من يشاء، لأن كل شيء بيد الله، لا خالق إلا الله، ولا يعز ولا يذل ولا يغني أنت ليس معك شيء، أنت خلقت من أمك، يا من خلقتك يا من خلقت وأمها. قال الشاعر يا من خلقتك أمك وأنت باكيا، اعمل يوم ما يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اعمل يوم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم. 8 أصنام داخل القلب، زوجة وأولاد تكاكل عمارة، وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا تخضع لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردله إلا بإذن الذي سواك من طين، فأنت صاحب غنيا واحتج به، وكن عفيفا وعظم بحرمة الدين، واستغني بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون كن كان كل نفس ذائقة الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. الآن أحبابي الكرام نبدأ نعود إلى الأم، إلى أن نعامل مع الزوجة مع الولد مع الشفقة بالرحمة بالإخلاص مع الجيران مع كل الإنسان. ابتسم لأنك منتقل في هذه الدنيا، إنما مثل الحياة الدنيا كماء حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. قال النبي يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق، واكثر من الزاد فإن السفر بعيد، وخفف الحمل فإن العقبة كون، وصلح الأعمال فإن النقد بصير. اللهم لا عشي لا عشي سعدين إن شاء الله قلوبنا وقلوبكم إن شاء الله، إن شاء الله نبتلي الميت إن شاء الله وأنتم متأملين. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا أرحم الراحمين يا ذو القوة المتين يا رحم الضعف والمساكين.
اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر يا الله. اللهم ارحم بمن اجتمعنا الآن في سببه يا رب العالمين يا الله. اللهم اغفرنا ولها، اللهم اغفرنا ولها ولا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها. اللهم اجعل قبرها روضه من رياض الجنه ولا تجعل حفره من حفر النار. اللهم سكنها الجنه، اللهم سكنها الجنه، اللهم سكنها الجنه. اللهم ابدلها اهلا خير من اهلها يا رب العالمين يا الله. يا ارحم الراحمين يا الله. وثبتها بالقول الثابت، ثبتها بالقول الثابت في الدنيا بالاخره، ثبتها عند منكر ونكر يا رب العالمين يا الله. اللهم سكنها الجنه، اللهم سكنها الجنه، اكلها من ثمار الجنه يا رب العالمين يا الله. اللهم اغفرنا ولها ولا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها يا ارحم الراحمين. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات الذي شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وما على ذلك يا رب العالمين. اللهم اكرم نزولهم ووسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورهم نفائض صلواتك ومقار رهباتك وطرق احسانك ومجر عفوك وغفرانك حتى يكونوا في بطون الحاج مطمئنين وبجودك طامعين والى اعلى درجتك قائمين. واقصد ذلك الوالدين والمولودين والاخوه والاقربين قبل ان يشتموا الهدم على البناء والكدر على الصفا وينقطع من الحياه الدنيا الفانيه حبل الرجاء وتصل المنازل تحت اطباق الثرى. وقبل ان يقول الشيخ الكبير وشيبته وقبل ان يقول الكاهن الخطير وخجلته وقبل ان يقول الطفل الصغير وحسرته على ما فرطت في جنب الله وقبل ان يصبح الربح ويلا والقطر سيلا ويسحب الموت على اهل السماوات والارض ذيلا يا رب العالمين. ثم ارحم والدينا والدكم حاضرين وامواتنا وامواتكم ووالدينا ووالديكم وامهاتنا وامهاتكم واخواننا واخوانكم وجميع المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين يا الله. جعلنا بالايمان كاملين صراط مؤدين للصلاه حافظين للزكاه فاعلين ولما عندك طالبين لعفوك راجين للهدى متمسكين عن اللغو معرضين في الدنيا زاهدين في الاخره راغبين في القضاء راضين في النعماء شاكرين على البلاء صابرين تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامه سائرين والى الحوض واردين والى الجنه داخلين ومن النار ناديين وعسى الكرامه قاعدين ومن حر الجنه متزوجين ومن سندس واستبرق ودباج متلبسين ومن طعام الجنه اكلين ومن لبن وعسل مصفى شاربين باكواب وابارق وكاس من معين مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ارحمنا اذا علق فينا الجبين وكثر فينا الانين ويأس منا الطبيب وبكى علينا الحبيب انك سميع قريب مجيب يا رب العالمين يا الله. اللهم ارحمنا اذا درس رسولنا وانطوى ذكرنا ولم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر انك على كل شيء قادر. اللهم ارحمنا اذا ورنا التراب وفرقنا الاحباب وانقطع عنا النعم يا رب العالمين يا الله. نسالك من خير ما سالك من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونستعذك من شر ما استعاذك من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين يا مجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء في هذا الان في هذا الدعاء في هذا المقام البارك يا رب العالمين يا الله الذي جمعنا في سببها يا الله. اللهم اغفرنا ولها وارحمنا يا ارحم الراحمين. نسالك الا تردنا خائبين، نسالك الا تردنا خائبين ولا عبادك مطرودين ولا عن جنابك محجوبين ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا المتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا دعونا كما امرتنا فاستجبنا كما وعدتنا منا الدعاء منك الاجابه منا الدعاء منك الاجابه منا الدعاء منك الاجابه وان اخر دعوه الحمد لله وعنا جزاكم الله خير. السلام عليكم. الله خير. الله عليك جزاك الله. جزاك الله خير.